السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم تاني مع بودكاست نص مخ الحلقة الرابعة. مبسوط جدا من تفاعلكم في الحلقات اللي فاتت والحلقة اللي فاتت بالذات، لأن كان فيها غوص شوية جوه شخصيتي، وأتمنى إن شاء الله إن الحلقة دي والحلقات اللي جاية تنال إعجابكم، وحابب أسمع آراءكم أيا كانت الآراء إيه، فأنا حابب أسمعها. قبل ما نبتدي الحلقة حابب إن أنا أوجه شكر وتقدير وتحية وأبارك لمنتخبنا على الفوز الساحق قدام كوت ديفوار رغم كل الظروف اللي كانت ضد المنتخب، رغم كل التوقعات من المحللين والمشجعين. المنتخب اثبت حاجه مهمه جدا في حلقه النهارده، وهي نجاحك بيجي بطرق كتيره جدا وليه مقومات كتيره جدا، اهمهم العزيمه والاصرار. لا تكتكس ولا فرق البدني ولا الكرات الطويله ولا الاطراف ولا كل حاجه اتكلمنا فيها ايام قبل ما نخش مع كوت ديفوار وكنا حاطين ايدينا على قلبنا فرقت اما منتخبنا نزل وقرروا ان هو عليا وعلى اعدائي، ودخلوا بكلمة عبد الملك زرزور إنك لميت وإنهم لميتون. فألف مليون مبروك لقائد المنتخب حسام حسن الأسطورة والأساطير بتاعتنا اللي رفعوا علم مصر، رجعوا لنا تاني الفخر كده والإحساس الجميل بتاع 2006 و2008 و2010. قبل ما ابتدي واخش في الحلقة عايز اخدكم كده الرحلة عبر الزمن اللي جيل التسعينات والثمانينات وما قبلهم. فاكرين واحنا صغيرين اما كان اهلنا وقرايبنا بيحددوا لنا مستقبلنا واحنا مش حاسين؟ هتقولوا لي يا احمد ده كان ليه، كانوا بيعملوا ايه؟ فاكرين لما كان بيتقال لك يا دكتور يا دكتوره يا باشمهندس من وانت قد كده؟ محدش كان بيقول لك يا مدرس، محدش كان بيقول لك يا محاسب، محدش بيقول لك او يقول لك يا ظابط او يا لعيب كوره هتبقى لعيب كوره زي كذا. كل ده يا جماعه كان تمهيد لنظام تعليمي، مش هقول فاشل، ولكن يعني ما فيش حد تلوم عليه بعد 20 30 سنه، لان انا متاكد ان اهالينا عملوا كل اللي يقدروا عليه بالمقومات اللي كانت عندهم عشان يطلعوا ناس اسوياء ويطلعوا ناس ناجحين ومفيدين للمجتمع. بس ده مش معناه ان انا اعمل نفس الموضوع ده مع نفسي او مع الاجيال اللي جايه، اولادي والاجيال بقى اللي يعني ايه اللي جايه لنا قدام ان شاء الله. مش هكرر نفس الغلط وابتدي ابص بره الصندوق وانفرد عن القطيع. كان عندنا حاجه اسمها كليات القمه بقى للاجيال بقى اللي بتسمعني الصغيره، كان عندنا حاجه اسمها كليات القمه، طب هندسه صيدله وسياسه واقتصاد لو انت معاك واسطه، وغير كده انت عندك بقى حقوق وتجاره واداب وشرطه وحربيه والخ للناس اللي بتجيب مجاميع اقل. يعني انا اللي جه وداس على حلم كان عندي ان انا ابقى حاجه معينه، هو مجموع انا بتقاس بيه لنظام مش بالضروره يكون عاجبني او بالضروره اكون فاهمه او قادر اتكيف معاه، ولكن آلت الامور لما آلت اليه وقد كان. الحمد لله على كل شيء طبعا، والرضا اللي عندنا من جوه وايماننا بالقدر بيصبرنا وبيخلينا نعافر ونحاول نحقق مستقبلنا ونكتشف نفسنا او نعيد اكتشاف نفسنا حتى واحنا عندنا 41 سنة. تمام، الوقت بتاعك انت اللي تحدد تعمل فيه ايه. النجاح تعريفه بالنسبة لي هو ان انت تختار طريق ليك حتى لو العالم كله حواليك مختار طريق غيره. خليني ابدأ معاك من نقطة بسيطة بس خطيرة ومهمة. احنا اتولدنا في مجتمع بيحب النتيجة اكتر ما بيحب الرحلة، وبيحتفل بالوصول اكتر ما بيسأل عن التمن. من صغرنا كان بيتقال لنا ذاكر عشان تنجح، اشتغل عشان تنجح، اجري عشان تلحق، ولو وقفت شوية تبقى كسول، ولو اخترت طريق مختلف عن مجتمعك تبقى مجنون. والغريبة ان مفيش حد وقف وسألنا سؤال واضح وصريح، هو النجاح معناه ايه اصلا؟ انك توصل بسرعة ولا انت توصل زي الناس ولا انت توصل من غير ما تتكسر في النص؟ خلوني بقى احكي لكم عن قصة من قصص كتير جدا من ناس حواليا ألهمتني، وخصوصا عشان القصة دي مش من القصص اللي بتطلع ترند. ايام الجامعة في كلية اداب انجليزي كان معايا صديقة، لا كانت الاشهر ولا الاشطر، كانت شخص عادي هادي شبه ناس كتير قوي حوالينا. بعد التخرج كان عندها كذا قرار، كانت تقدر تعيش الحياة اللي المجتمع شايفه لها اختيار آمن، تتجوز تخلف تشتغل شغل عادي تعيش جنب الحيطة. محدش كان هيقول عليها فاشلة وما كانش حد هيعترض، بس هي ما عملتش كده. سافرت أمريكا مش هروب لكن عشان تبدأ من الصفر، حلم يكاد يكون مستحيل لأي بنت عربية، وبالذات في الوقت ده من 15 سنة، من آداب إنجليزي لحلم إن هي تكون دكتورة بيطرية. واللي محدش هيقولولك على النوع ده من القرارات إنه مش لحظة شجاعة واحدة، ده مسلسل طويل من الشك والخوف والوحدة والتساؤل اليومي. أنا بعمل في نفسي كده ليه؟ ناهيكم بقى عن ديون للتعليم لا حصر لها تخليك عايز تنط في طيارة وترجع بلدك. كفاية يا أخي إن الواحد يعيا وما يلاقيش حد جنبه لكنه تايه في أمريكا. قعدت سنين تشك في حلمها بس مش في قدرتها، في الفكرة نفسها.
وعدى عليها وقت كانت ممكن ترجع فيه وترتاح وتعيش حياة مقبولة، بس هي كملت، مش عشان بطلة ولا سوبر وومن، عشان كان جواها صوت أهدى من ضجيج العالم وأصدق من أي نصيحة خدتها. وبعد أكتر من 15 سنة بقت دكتورة بيطرية. النجاح هنا مش اللقب، النجاح الحقيقي إن رغم كل السنين دي ما فكرتش تبدل حلمها بحلم أسهل. طيب ليه القصص دي ملهمة ونادرة؟ لأنها مش استعراضية، وما فيهاش صور سريعة، وما فيهاش قبل وبعد في 30 ثانية اللي احنا متعودين عليها، وما بتتلخص في بوست أو فيديو. أصدقائي الأعزاء، للأسف احنا عايشين في زمن النجاح فيه بقى صورة مش تجربة. لو فتحت السوشيال ميديا دلوقتي هتلاقي ناس ناجحة طول الوقت، ضحك، سفر، انجازات، فلوس، بس اللي انت ما بتشوفوش على السوشيال ميديا القلق، ولا الايام والليالي اللي الشخص قاعد فيها يبص للسقف، ولا لحظات الاستسلام. عارفين ليه؟ عشان الحاجات دي ما بتجيبش لايكات، وده اللي خلى مجتمع كامل يبني قيمته على مقارنة. المقارنة دي بقى، المقارنة مرض هادي. انت مش تعبان او تايه عشان انت قليل، انت تعبان عشان شايف كتير، شايف ناس سبقتك، ناس وصلت، وشايف ناس بتحتفل، وانت مش شايف غير طريقك اللي لسه طويل. كارل يونغ كان شايف ان اكتر حاجة تدمر الانسان ان يعيش حياة مش بتاعته، ويكون ليه حلم مش بتاعه. والمشكلة هنا ان المقارنة بتخليك تستعجل الوصول قبل ما تفهم انت ليه ماشي، تستعجل النجاح قبل ما تسأل نفسك السؤال المهم: هو ده اللي انا عايزه فعلا؟ في ناس كتير ومشاهير كتير وصلت للقمة بعد كده وقفت وبصت وراها. اذكر شخص اسمه دينا وايت، راجل بنى امبراطورية، فلوس، نفوذ، شهرة. اما اتسأل في بودكاست عن انجح حاجة عملها في حياته، رمى كل حاجة عملها وافتكر حاجة واحدة وقال: أسرتي. الجملة دي مش للإضافة الدرامية، ده اعتراف ان في حاجات اما بتكبر قوي، او احلام اما بتكبر قوي بتكتشف في الاخر ان هي كانت وسيلة مش غاية. ارسطو كان شايف ان النجاح هو ان انت تعيش حياة تتوافق مع طبيعتك مش مع توقعات الناس اللي حواليك. فيكتور فرانكل قال ان الانسان يقدر يتحمل اي شيء او يتحمل اي معاناة لو قدر يفهم معناها. باختصار، النجاح من غير واي او من غير ليه، تعب ومجهود بس. القصة الملهمة ما فيهاش جري، فيها خطوات بطيئة وثابتة. القصة الملهمة ما فيهاش محاولات اثبات اي شيء. القصة الملهمة هو انك تختار طريق ما فيهوش تسفيق وتشجيع ولا ضمان. القصة الملهمة هي انك تختار ان انت تتحمل تمن حلمك عن ان انت تعيش حلم حد تاني. طب يا ابو حميد، السؤال بقى دلوقتي: ايه هي الخطة للنجاح الصحي؟ النجاح الصحي دي مش خطة خمسية هحطها لك، ده اتجاه حياة. اولا، اسأل نفسك ليه قبل ما تسأل نفسك امتى. ثانيا، ارضى ان رحلتك هتكون على الاغلب مملة لناس كتير، وده طبيعي. ثالثا، اعمل ميوت واعي، مش ميوت للهروب، ميوت عشان صوتك يعلى وتسمعه كويس. رابعا، اختار هدف يسيب لك ناس حواليك وصحة وقدرة انك تبص في المراية وتبقى راضي على اللي انت شايفه. خامسا، ودي اخر حاجة عندي، راجع الطريق كذا مرة، ما تراجعش السرعة. اقولها لكم تاني: راجع الطريق مش سرعتك. النجاح مش ان انت توصل بدري ولا ان انت توصل زي غيرك، كل واحد فينا ليه قصة مختلفة ووجوده على الارض لسبب مختلف. النجاح ان انت توصل لهدفك من غير ما تفقد نفسك وتنسى سبب الرحلة. واخيرا، عايزك تكتب هدف واحد، هدف ما تحكيهوش لحد، هدف ما تنشروش على السوشيال ميديا، وهدف مش سببه اثبات اي شيء لاي حد. ساعتها بس، وده غالبا هيبقى طريقك الحقيقي. بشكركم ان انتوا سمعتوني، واسف لو انا قطلت عليكم. هسيبكم بجملة واحدة بس: الانسان طول ما فيه نفس يبقى لسه عنده وقت. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.